كذلك تخدم كذلك لا من الحراس ولا من اللاعبين. إذا يتقدم هنا لاعب تيا يتلقى الإشارة. تيا يتقدم يسجل الهدف الأول للمنتخب المالي. 1-0 لمالي، 1-0 إذا لمالي مشاهدينا الكرام عن طريق اللاعب تيا. هذه الإعادة مجددا، تيا حط في الشباك، الحارس اختار الجهة اليمنى. الآن الركلة الأولى للمنتخب المغربي. محمد رضوان يتقدم لتنفيذ الركلة الترجيحية الأولى للمنتخب المغربي أمام الحارس كوني. خد وقت كثير في وضع الكرة اللاعب محمد رضوان. إن شاء الله يكون واثق من نفسه، محمد رضوان يتلقى على الإشارة في هذه الأثناء. رضوان يتقدم، رضوان يسجل بطريقة رائعة جدا، طريقة مميزة لا يفعلها إلا اللاعبين الكبار. هذه تعطيك فكرة واضحة على الثقة اللي واخدها اللاعب محمد رضوان، لأنه ليس من السهل أنك تلعب كرة بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى. في سقف المرمى كانت مستحيلة على حارسي المرمى، نفذت بطريقة مميزة جدا من اللاعب محمد رضوان. سيمبارا الآن في الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب مالي. إذا سيمبارا يأخذ وضعيته وللتسديد. سيمبارا وطه بن غوزيل، سيمبارا وطه، هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه، دخلت يا طه، معليش 2-1 للمنتخب المالي. مشاهدي الكرام هذه الإعادة، شوف طه شويه وكان ممكن يصدها طه، معليش هنا حاول فيها طه بن غوزيل. عموما مالي تتقدم مرة أخرى بهدفين مقابل هدف واحد. إذا الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب المغربي. عبد الحميد معلي هو الذي يتقدم، اللاعب اللي دخل احتياطي في شوط المباراة الثاني. عبد الحميد يتلقى الإشارة، عبد الحميد يضيع، معلش عبد الحميد يضيع الركلة الترجيحية الثانية، وبالتالي تقدم مالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. هذه الإعادة مجددا، هذه الإعادة مرة أخرى. هنا مشى الحارس المرمى، مرت بمحاذاة القائم الأيسر، وبالتالي أول ركلة ترجيحية تضيع. عبد الحميد معلي إن شاء الله يرجعنا للتعادل. طه بن غوزيل. إذا يتقدم اللاعب كوني لتنفيذ الركلة الترجيحية. كوني يسعد لتنفيذ أمام طه بن غوزيل، حكم يعطي إشارة التنفيذ. كوني يتقدم، يسجل 3 مقابل 1 الآن. شوف لما تضيع يصبح الفارق هنا واضح، خاصة أن مالي هو أول من نفذ ركلة الترجيح. هذه الإعادة مرة أخرى كامل التركيز، كل دقيقة كوني يوضع في المرمى. إذا من سينفذ الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي؟ يتقدم الآن اللاعب بختي لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. بختي يستعد لتنفيذ امام الحارس كوني. بختي يتقدم، يضيع. صعبة الامور الان على المنتخب المغربي يا سعيد، وعلى المنتخب المغربي
المدافع هنا من نفذ ركلة الترجيح. باختي والحارس يتصدى بهذه الكيفية. الركلة الترجيحية الرابعة الآن للمنتخب المالي. إذن ستلعب الركلة الرابعة لمالي. حكم يعطي الإشارة الآن. إذن تجي الإشارة في يد الأثناء. الركلة الرابعة، الركلة الرابعة يصدها طه بن غوزيل. برافو، يصدها طه بن غوزيل المغربي. خلي بصيص من الامل للمنتخب المغربي. اول تصدي بالنسبه لطه بن غوزيل مشاهدينا الكرام. اول عمليه تصدي واول ركله ضايعه للمنتخب المالي. هنا الاعاده، ممتاز طه بن غوزيل، ممتاز. هنا القرار باتجاه الجهه اليسرى. بالتالي تبقى النتيجه 3-1. اذا 3-1 في هذه اللحظات. تلعب الركلة الآن لعناصر المنتخب المغربي. حموني يسعد لتنفيذ الركلة في هذه الأثناء. حموني يتقدم، حموني يسجل، حموني يسجل. نعم، 3-2 في هذه اللحظات، 3-2. والآن الركلة الخامسة. هذه الإعادة مجددا، الكرة الماضية الخامسة في هذه الأثناء. إذا مالي تسجل أمور انتهت، إذا تضيع تتواصل. إذا الركلة الأخيرة للمنتخب المالي مشاهدينا الكرام. طه بن غوزيل، حكيم يعطي إشارة. تلعب هذه الركلة، طه بن غوزيل برافو، غوزيل برافو في هذه اللحظات. يتصدى للركلة الثانية أمام ديارة، يتصدى أمام ديارة، وبالتالي يعود الأمل مجددا للمنتخب المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. طه بن غوزيل يعيد المغرب للمباراة مرة أخرى في هذا الصراع. برافو طه بن غوزيل، برافو طه بن غوزيل. الأمل يبقى موجود، لكن أيضا يجب التركيز في هذه الركلة مشاهدينا الكرام. يتقدم عبد الحميد أيت بودلال لتنفيذ هذه الركلة الخامسة لفائدة المنتخب المغربي. عبد الحميد أيت بودلال ياخذ الوضعية الآن لتسديد هذه الركلة. عبد الحميد أيت بودلال يتلقى الإشارة. أيت بودلال، أيت بودلال يسجل، أيت بودلال يسجل وتتعادل الأمور. هنا صار التعادل بين المنتخبين. شوف عودة قوية للمنتخب المغربي، عودة قوية. برافو شباب، برافو شباب. الآن يتواصل هذا المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. عدنا من بعيد بعد ما تم تضييع ركلتي الجزاء، ولكن طه بن غوزيل يتعملق، طه بن غوزيل يتألق. طه بن غوزيل مرة أخرى يعيد المباراة إلى نقطة الصفر. هذه الركلة الترجيحية الآن السادسة للمنتخب المالي. إذا مالي يتقدم لتنفيذ والدومبيا. الركلة السادسة لدومبيا في هذه اللحظات. إذا دومبيا يستعد للتنفيذ. طه بن غوزيل ياخذ وضعه. دومبيا يتلقى الإشارة. دومبيا يتقدم، دومبيا يتقدم، دومبيا يسجل، دومبيا يسجل في هذه اللحظات. دومبيا يسجل في هذه اللحظات. والركلة الترجيحية السادسة للمنتخب المغربي في هذه الأثناء. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية والتسديدة من دومبيا. إذا من سيسدد من جانب المنتخب المغربي؟ ننتظر تنفيذ.
متوكل على ما يبدو في تنفيذ الركلة الترجيحية بل وكتيبة. محمد أمين كتيبة يتقدم، كتيبة يسجل، كتيبة يسجل في هذه اللحظات، والتعادل يتواصل مشاهدينا الكرام. يا سعيد يا شيبة لازال يحافظ على حظوظه، لازال حي في هذه المباراة. هذه الإعادة مرة أخرى، الركلة الترجيحية اللي نفذها بشكل ممتاز محمد أمين كتيبة. إذا الآن المجال للماليين، والركلة لمنتخب مالي. يتقدم اللاعب سانوغو. يلا يا بن غوزيل، يلا يا بن غوزيل، هذه عندك بن غوزيل، هذه عندك. ويتقدم سانوغو الآن للتنفيذ. طه جيبها يا طه. سانوغو جيبها يا طه. سانوغو جيبها يا طه. يتقدم سانوغو. سانوغو ويسجل سانوغو. سجل سانوغو. هنا تحرك شوية قبل، خذا قرار بسرعة في تنفيذ الركلة. الحموني واضح التأثر على اللاعب، واضح التأثر على اللاعب الحموني. يعني مهما كان مصير ركلات الترجيح أنتم أبطال حقيقة، لم يستسلموا، وبالتالي هنا الحوار لا زال متواصل. الركلة الترجيحية الآن المنتخب المغربي المتوكل يستعد الآن لتنفيذ الركلة الترجيحية. هذه ليلتنا مع كوني. إذن المتوكل يتلقى الإشارة، يتقدم متوكل يسجل. برافو المتوكل، وقف الحارس، ثبت الحارس في مكانه. شوف لقطة معبرة، الحموني يذرف الدموع في هذه اللحظات. شيء النية، لاعب يتأثر كيف ما كان الحال، ولكن اليوم نعم انتم ابطال. يعني صورة معبرة عن لاعب طموح ولاعب يريد الانتصار. هذه الروح الانتصارية اللي الآن صارت عند اللاعبين الفتيان، وتكبر معهم ان شاء الله. إذا في ركلة ترجيحية الآن لفائدة منتخب مالي في هذه اللحظات. 5-5 بين الطرفين، 5-5 بين الطرفين. ستلعب الركلة الترجيحية في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المالي. الإشارة تأتي بن غوزيل. برافو بن غوزيل، برافو بن غوزيل. يا سلام عليك، بطل يا ولدي، بطل يا ولدي، بن غوزيل يتألق. يا لا من عودة للمنتخب المغربي، يا لا من عودة يتعملق في هذه الكرة. برافو يا ولد، برافو. ثقتي فيك كبيرة يا بن غوزيل، لم تخيب ظننا يا بن غوزيل في التصدي ولا أروع. بن غوزيل على طريقة ياسين بونو يتألق في هذه المباراة. الركلة الترجيحية الآن لفائدة المنتخب المغربي. فؤاد الزهواني هو من يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. إشارة تأتي. فؤاد يا فؤاد. برافو لأشبال الأطلس، برافو سعيد يا شيبة. منتخب يرفع الراس، منتخب أعادنا إلى ذكريات كأس العالم، منتخب أعادنا إلى ذكريات المغرب وإسبانيا. هذا المغرب، هؤلاء أشبال الأطلس على درب وخطى. أكيد أسود الأطلس من قطر إلى قسنطينة، من الدوحة إلى قسنطينة. هناك مع ياسين عشنا أجمل اللحظات، وهنا عشنا معك يا بن غوزيل.
جميل، أجمل اللحظات. برافو يا شبال الأطلس، برافو سعيد شيبة. جابوها الأولاد والله، جابوها الأولاد وفرحونا، جابوها الأولاد ورفعوا رؤوسنا، جابوها الأولاد وشرفونا. هكذا هم السود الأطلس، بل هكذا هم شبال الأطلس. المغرب لا زال حيا في هذه البطولة، والمغرب سيتألق ويواصل المشوار. افرح يا سعيد، هذه ليلتك يا سعيد. هكذا ردة فعل سعيد شيبة. سعيد يسعدنا، سعيد يفرحنا، سعيد يأهلنا إلى المباراة النهائية أمام السنغال. مليون مبروك لأشبال الأطلس والراية المغربية خفاقة هنا في قسنطينة، هنا في الجزائر. لا صوت يعلو على صوت المغرب، ولا صوت هنا يعلو على صوت الأشبال. والراية خفاقة. فرحة كبيرة وهنيئة لكل المغاربة من طنجة العالية للقويرة العزيزة. المشوار يتواصل والنهائي سيجمع المغرب مع السنغال. مرة أخرى مبروك، ألف مبروك. شكرا بهذه الصور، ودعكم على أمل لقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله تعالى. إلى اللقاء.